لا أنساه. وأنا آسف يمكن أروي هذه القصة ولو كانت طويلة شوي، لكن لها عمق إنساني وكتير كتير كبير بحياتي. بهذاك الوقت أنا كنت قد تزوجت، وكانت زوجتي حامل، وكنا في سوريا. بتعرف بالنهاية الدخل محدود، يعني أنت في التلفزيون السوري تتلقى ليس سرا، أنت خريج حقوق تتلقى راتب قدره 4000 4500، هذا مثل راتب أي مهندس في الليرة السورية، هذا يعتبر ك$100. وكنا نحن لأنه بنعمل برامج إضافية فكنا نتلقى مكافأة على البرامج الإضافية على أن لا تتجاوز $200. فأنت شو ما عملت اللي بتاخده هو $300. هذا في التلفزيون السوري. طبعا غير أنا كنت مثلا ممكن أعمل شيء بالام بي سي والبي بي سي، لكن التلفزيون السوري هذا كان راتبي، هذه حقيقة وكل الناس يعني معروف هذا الراتب للجميع. ما ممكن يكفي لوحده يعني، لكن أنا كنت متعايش مع هذا الأمر وبشتغل بالصحافة هون وهون. عندما حملت زوجتي فأنا بلشت أحس في مسؤولية. أنت ما تحمل مسؤولية نفسك، زوجتي بسيطة مثلي لا تحمل هذه المسؤولية الكبيرة. لكن لما صار في حمل بدأت أحس بالمسؤولية. رحنا على الطبيب لمراجعة، والحمل 2.5 3 أشهر يعني على ما أذكر أنا، لنشوف هذا الحمل شو قصته. فدخلت زوجتي مع الطبيب المساعدة عند الطبيب حتى تقوم بالألترا ساوند وتشوف الحجم الجنين وحجم هذا. فخرج الطبيب وقال مبروك عندكم توأمين. شكرا جزيلا، الله يبارك فيكم. لكن أنا رجعت أنا وزوجتي على البيت، وقسما بالله بأنني لم أنم جيدا في تلك الليلة. في تلك الليلة أحسست بمسؤولية كبيرة جدا، أنه أنا جاييني توأمين، جاييني ما بعرف كان وقتها صبيين أو بنتين، هن بنتين الحمد لله جاءوا، سارة وسوزان. نعم. أنه هدول بدهم يجوا، أنه أنا بكرة هدول إذا مرضوا بدهم ياكلوا، بدهم يلبسوا، بدهم كذا، أنا راتبي ما بيكفي وأنا وضعي المادي مش مزبوط. والله العظيم حملت هم لم أحمله في حياتي. يعني هذا الهم اللي حملته لا حملته سابقا ولا للآن حملته، لأنه هذه كانت تجربة كبيرة. والله العظيم في هذه الليلة في صباحها تماما الساعة 10 بتوقيت 10:15 يمكن بتوقيت دمشق، برن الهاتف، بيطلع الخط الثاني مايكل أنتوني كان نائب رئيس شركة أوربت ومسؤول الرياضة في أوربت. فبيقول لي يعني بالعربي، يعني هو تحدث معي بالإنجليزي لكن الفحوى المكالمة: أخ ياسر مرحبا، نحن أوربت، السي في تبعك وصل وأنت يليق بأنه تكون من فريقنا، بنرحب فيك تكون بفريقنا، أعطيني رقم الفاكس لأبعث لك العرض. لم أصدق أنه لم يمهلني الله 24 ساعة في همي. يعني هذا الرب اللي رازق مليارات البشر يعني يعجز عن أنه يرزقني من أجل توأمين جايين على الطريق. لكن نحن بشر وضعاف ونحن بنفكر بطريقة غير التفكير. لكن الله عز وجل لم يتركني في حيرتي، لم يتركني في حيرتي 24 ساعة. جاء الفاكس وفوجئت بالعرض. صرت أنا أفكر مزبوط هذا الرقم ولا غلطانين. جاء عرض كبير يعني والله لم أكن أتوقعه، هذا صدق. وهذا كان نوع من تكريم أوربت لكل من يعمل بها. كانوا يقدروا أنه شو بيستاهل التالنت، قديش لازم ياخذ المذيع ولا المحلل ولا المعلق. فكانوا يعطوا للناس ولكل الموظفين الرواتب اللي يستحقونها والرواتب اللي يعيشوا فيها بكرامة وفي بحبوحة وينتبهوا للشغل. مشان هيك بعد منها عشنا في أوربت، عشنا في بناء أوربت. يعني أنا قضيت أوقات في مبنى أوربت أكثر من اللي قضيتها في بيتي إلى الآن، وأنت سعيد وإلى الآن. فسبحان الله طلعت، وكان هذا يعني إحساس. بعد منها لم أعد أهكل هم الدنيا مطلقا، ولم أهكل هم الدنيا مطلقا بعد منها. في كل مرة كنت أعرف أن هناك رب يدبر، وهناك رازق يعطي، وهناك حتى عندما تمرض. يعني أنا مرضت وسبحان الله أيضا يعني لم يمهلني رب العالمين ما بين قال لي الدكتور أنه أنت عندك كانسر لتاني يوم ليتغير الموضوع. يعني رب العالمين يكتب لك شفاء ب 24 ساعة. منذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم أهكل هم لا مال ولا صحة ولا رزق ولا حياة ولا ولد ولا أي شيء في الدنيا. هذه كانت نقطة تحول كتير كبيرة بحياتي. فتخيل هذا الرب الكريم
تخيل هذا الرب الكريم أنه أنت تحكي الهم كيف ستطعم توأمين ورب العالمين بيرسل لك راتب يطعم 50 توأم.